السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. عام جديد سعيد علينا جميعا بإذن الله. يا رب عام مليء بالأمل والتفاؤل والسعادة وراحة البال والهدوء والاطمئنان والستر من ربنا سبحانه وتعالى. اطمئن فالله دائما معك، ودائما هو من يرزقك. فعلينا ان احنا ننظر نظرة امل ونظرة اطمئنان، والحمد لله على نعم ربنا الكتيرة جدا جدا اللي انعمها علينا، والحمد لله على ستر ربنا علينا. وزي ما سترها علينا في الاعوام الماضية 100% يسترها علينا في الاعوام المقبلة باذن الله. وما تقلقش، ربنا معاك ان شاء الله. يا رب عام خالي من الامراض وخالي من الهم والحزن والمرض والفقد، يا رب يشفي امراضنا جميعا باذن الله. وكل عام وانتم بخير. موضوع الزواج ومشاكل الزواج، وعايز تدوق ادفع في الصندوق، طيب ما معكش ما تدفعش. موضوع خطير جدا جدا. هل الموضوع ده وهل المبلغ ده اللي هيدفع في الصندوق هل مبلغ تعجيزي ولا مبلغ ممكن كل الناس تدفعه؟ ننظر للموضوع بس من الناحيه دي. هل الموضوع ليه رؤيه دينيه وليه سند ديني، ولا الموضوع بيتاخد كده وخلاص؟ هل الموضوع ليه ابعاد سلبيه ولا ليه ابعاد ايجابيه؟ هل الناس هتتجه بعد كده والشباب هيتجهوا بعد كده للزواج العرفي يبقى احنا عملنا مشكله كبيره جدا جدا، ويتجهوا للزنا يبقى عملنا مشكله كبيره اكبر بكتير جدا جدا؟ ولا هيعملوا ايه؟ ما خصوصا لو الشاب ما معاش اصلا يدفع، لو المبلغ تعجيزي فعلا. حتى القرى والارياف الناس فاكره ان الزواج سهل. لا، دي الاب بيبيع ارضه وبيبيع كل حاله ومحتاله وبيبيع ايراد عشان خاطر يقدر يجوز ابنه وبيطلع مديون. واللي في المدن الولد بياخد شقه بره وبيدفع ايجار وميه وكهرباء ونور وبرضه بيطلع مديون. فالاحوال صعبه جدا جدا على الشباب دلوقتي ما بيتجوزوش في العمر الطبيعي بتاعهم، بيتعدى ال 35 و40 سنه عشان يتجوزوا، فهو ما عادش يتجوز، هيبقى معاه يدفع في الصندوق. الموضوع صعب جدا جدا وخطير جدا. طيب، هل الموضوع لو كان فيه فعلا صندوق لدعم الاسر المصريه، كان من باب اولى ان احنا ناخد من الناس المستطيعه وندي اللي معاه، يدي اللي معاهش. الناس رجال الاعمال ورجال الدوله والاثرياء اللي بيعملوا افراحهم بنسمع عن ارقام فلكيه 50 60 70 مليون جنيه في القاعه لمجرد ساعتين ثلاثه بس. الله، طب ما اخد من ده، يبقى من باب اولى اخد من ده ودعم الاسر الغير قادره وغير مستطيعه. لكن الشباب الايام دي فعلا الشباب تعبان جدا جدا. الموضوع في ممكن يكون ليه رؤية مستقبلية ورؤية تكامل وتكافل، ولكن في التوقيت ده الشباب فعلا بيعيش أحوال صعبة جدا جدا. هل الموضوع هيبقى قاصر على الزواج بتاع الشباب، ولا ممكن يتعدى مراحل بعد كده؟ يخوف يعني الناس اللي متجوزين كمان يقول لك تعال اعمل مصالحة لأحسن الجثة تنسحب منك